يا اخوانا عسلامة، الكل حاليا بيتكلم عن الترند ده، والترند ده باختصار يؤكد لنا ان احنا شعوب عايزين جنازة ونشبع فيها لطم، ده هدفنا الوحيد. وطبعا الكل استغل الموضوع على حسب ما هو عايز، على حسب الجحود والحقد اللي في قلبه عشان يطلعه. ففي ناس كتير قالت لك تونس محتاجة فتح اسلامي. تونس ولت محتاجه فتح اسلامي؟ سامحني، مخك محتاج فتح زياده يا ودي. انت هو تونس قبلة الحريه في العالم الكل؟ راهو ما يجيش العيب يا ودي، يا ودي راهو ما يجيش الكلام الخايب يا ودي. بصوا باختصار، الطلاب توانسه والمدرسه تونسيه والمدرسه تونسيه، يعني ده شأن داخلي تونسي. وعشان اكون معاكم صريح وعلى بلاطه، لا الطلاب فتحوا القدس ولا المدرسه من كفار قريش. الطلاب شباب متحمسين، شايفين ان تونس بتعمل مواقف ايجابيه وشعله حريه، فيقول لك ان احنا نلتزم بالصلاه، ده يكون اقوى لينا ويكون قوه كبيره لينا، ودول مستقبل تونس. المدرسه دي خرجت اجيال وساهمت ان تونس تكون موجوده في كل المجالات على مستوى العالم كله من الاوائل. فهي شايفه ان سلاح تونس الوحيد هو العلم والتعليم. اختلاف وجهات نظر لا اكتر ولا اقل، ما تكبروش الموضوع عن كده. تونس راها بلاد باهيه. اكتبوا لي رايكم في الموضوع